طيب ربنا يستر ان شاء الله، لان احنا هنحاول نعمل ترتيب دلوقتي افضل 10، فدي دايما فيها خناقه، يعني في خناقه كده كده في الكومنتات، سواء انا حلو سواء انا وحش، في خناقه كده كده. فافضل لعيبه بتلعب في المركز الجناح الشمال ليفت وينج في تاريخ الدوري الانجليزي، رحم ستيرلينج. والله ستيرلينج عنده كارير في البريمير ليج وتاريخ، بس ستيرلينج خليني احطه رقم 7. مارك اوفر مارس 8. التي جي بي جاريس بيل، بس ما اعرفش جاريس بيل يصنف ال دبليو ولا لا. يعني جاريس بيل في كاريره ار دبليو، جناح ايمن، ولكن بيل احطه رقم 6. ماشي. ماركوس راشفورد 9. ايدن هازارد، احنا بنتكلم في التوب 3 دلوقتي، وش ايدن هازارد رقم 2، واللي يحصل يحصل بقى. اليكسيس سانشيز 5. دافيد جينولا ما حضرتوش وما اعرفش عنه حاجه، اعرف انه كان لعيب في فرنسا راح نيوكاسل وكده، بس ما اعرفش. في جينولا رقم 10، ليه كارت في فيفا يا لهوي عليه. رايان جيجز رقم 1 بالنسبه لي، افضل ال دبليو في تاريخ الدوري الانجليزي، ارقامه هي اللي بتتكلم، عشان ما نقعدش نخش في الجدال يعني. سون رقم 4. ساديو ماني لو هحطه 3 هيبقى فيها وعليها بصراحه، عشان يعني عشان ما ابقاش كذاب، بس هو المركز الفاضل، فانا هحط ماني 3. يعني كان ممكن اغير مركز ماني، لكن في المجمل انا راضي باللي انا عملته. اتمنى ما اكونش ضايقت حد منكم في الكومنتات.